السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف يعني الأهلي المصري وقع مع الهلال السوداني. وطبعا زي ما كلنا عارفين الهلال السوداني والصداع الهلال السوداني ده يا جدع، ده أول ما لسه القرعة يعني ما بقالهاش ثواني دقايق، الناس لسه في الحفلة ما قامتش. الهلال السوداني طلع تصريح على طول للكاف، مش عايز يلعب في موريتانيا وعايز يلعب في ليبيا. يا عم الحاج، انت بقالك دور المجموعات كله لاعب ماتشاتك كلها في موريتانيا، لان دلوقتي الرئيس السوداني بيلعب في الدوري الموريتاني عشان طبعا المشاكل والحرب اللي في السودان. قال لك لا، انا مش عايز ادام هلعب الاهلي، مش عايز انا بقى العب في موريتانيا، انا محتاج العب في ليبيا، الماتش بتاعي يبقى في ليبيا. طب ليه؟ خلاص بقى، ما هو الاهلي يبقى لازم اي تصريحات اي حوارات. وهو دلوقتي هيطلب ان هو يروح ليبيا، فلو الكاف ما رفض هيقول لك بس هو الاهلي بقى مدلل الكاف. الاهلي هو بيعملوا له القصه دي عشان يعدوه. حوارات، هنخش في حوارات ملهاش نهايه. ده احنا ما صدقنا خلصنا من حوار اطهر الطاهر والاهلي مدلل الكاف والاهلي بطل من ورق وقصص اخواتنا السودانيين ما بيصدقوا يرغوا فيها وبيحسسونا بالمؤامره الكونيه وان الزمالك مش عارف ايه. خلاص دخلنا تاني في نفس القصه ودخلنا تاني في نفس الموال. والمشكله بقى يعني الحاجة الغامة أكتر إن إحنا هنقعد لسه شهر. يعني هو الماتش هيبقى يوم 2 إبريل، 2/4. أنت متخيل بقى؟ هنقضي شهر 3 كله رمضان، هنقضي رمضان كله عمالين بقى نسمع في تصريحات، والهلال السوداني يطلع والأهلي يقول لك مش عارف إيه. قصة وحوار وحكاية ورواية، دخلنا في قصة. مع إن اللي يعني شايف إن البطولة دي صعبة. إنك تعدي على فكرة الهلال السوداني يا جماعة يعني طالع أول مجموعته في دور المجموعات. ولو كسبت وعديت المرحلة بتاعت الهلال السوداني دي هتقابل الكسبان من سان داونز والترجي. برضه هيبقى ماتش كويس قوي. الموضوع هيبقى مزدحم قوي البطولة دي. اتمنى ان شاء الله نعدي على خير. واتمنى اخواتنا السودانيين ما يعني مش عايزين التصريحات الجامدة اللي انتوا بتقولوها دي، بس انا متأكد احنا هنقعد شهر في تصريحات، شهر. يعني مش مثلا الماتش كمان اسبوع، لا احنا معنا شهر تصريحات لغاية ما نلعب الماتش. مساءكم بيضحك.